في حياتك او حياتي بتشوف ناس، بتتعرف على ناس، بتقابل ناس في الشارع او في اي موقف او في اي حته كمان. في نوعين كده من الناس. في نوع اول ما بتشوفه بتقول ياه ايه الجمال ده، الشخص ده جامد جدا، او الشخص ده محترم جدا، انا نفسي ابقى زي الشخص ده، او انا نفسي اصاحب الشخص ده. وبرده في نوع بتنعى اليوم او بتنعى الصدفه اللي جمعتك بالشخص ده، وبتتمنى من ربنا وبتدعي كمان ربنا انك مش عايز تقابل الشخص ده اساسا. ممكن من قله ادب، اسلوبه مش كويس، ما حبتهوش او ما استلطفتهوش من الاول، ما حسيتش بقبول ناحيته. في اشخاص بتحس بقبول كبير جدا ناحيتهم ان انت نفسك تبقى زي الشخص ده او نفسك تصاحب على الشخص ده. وفي اشخاص القبول بيبقى معدوم جدا. الاشخاص اللي بيبقى نسبه القبول عندهم معدومه، او اللي هو انت مش بتحب اصلا انك تشوفه وبتكره الصدفه اللي جمعتك بيه، فكك منه خالص في الفيديو ده لان احنا مش هنتكلم عليه. احنا عايزين نتكلم على الشخص الحبوب، الشخص الحلو، الشخص الروش، الشخص اللي نفسك تصاحبه او نفسك تبقى انت الشخص ده. السؤال اللي هنساله هنا ايه اللي وصل الشخص ده للمرحله دي؟ يعني الشخص ده عمل ايه في حياته وصله للمرحله دي؟ وعايز اقول لك ملحوظه مهمه جدا، ان اللي وصل الشخص ده للمرحله دي ما هي الا شويه صفات كده او شويه تجارب وشويه حاجات كده ضربهم كده في الخلاط طلع لك الشخص ده. يعني الشخص ده ام سوري ولكن هو ما اتولدش من بطن امه بيعمل الكلام ده، او اللي هو ما اتولدش من بطن امه روش حلو بيبتسم والجو ده. لا، الشخص ده ما هو الا شويه صفات اكتسبها او اتعلمها من اي مصدر او من اي قرايه كمان او من اي تجربه، ضرب شويه الصفات دي او شويه الخبرات دي في الخلاط وطلع لك الشخص ده. فابشر يا صديقي، في الفيديو بتاع النهارده هقول لك ايه الحاجات او ايه الصفات اللي الراجل ده جمعها علشان يبقى شخص حبوب وعلشان تتمنى انك تبقى زيه. الناس بتحب مين؟ الناس بتكره مين؟ الناس بتتقبل مين وما بتتقبلش مين؟ زي ما قلت لك ان شاء الله هنحكي شويه صفات يخلوك شخص مقبول من المجتمع او شخص مقبول من الحته اللي انت عايش فيها. والقبول الاجتماعي دي حاجه مهمه جدا للحياه بصراحه، لان احنا الطبيعه بتاعتنا شخصيات اجتماعيه او بنحب ان احنا نتواصل ونتكلم مع اللي حوالينا. فالفيديو يا صديقي ان شاء الله هيبقى خفيف جدا ولطيف جدا. وبصراحه الصفات اللي انا هكلمك عليها انا مش جايبها من الهوا، دي ما هي الا شويه تجارب في حياتي، على شويه قراءات، على شويه مواقف، شويه علاقات. تركز معايا كويس في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نور. اول حاجه بتبقى موجوده في الشخص الطيب او الشخص الحبوب او الشخص الروش كده او الشخص الحلو جدا، هي انك دايما بتلاقيه مبتسم. لا بجد بجد، الشخص ده دايما بتلاقيه بيبتسم ودايما بتلاقيه كده واخد الحياه بضحك وهزار. انا بقى في الفيديو ده مش هقول لك ان الضحك بيطول عمره والكلام ده، انا عايز اقول لك ان الضحك بيعدي. الضحك حاجه معديه، حاجه ممكن تعديك. يعني يا صديقي انت لمجرد انك بتشوف شخص بيضحك انت اوتوماتيك كده بتحس انك بتضحك. ممكن تحصل معاك لما صاحبك يقول نكته هي بايخه النكته ولكن علشان هو بيضحك انت بتضحك. اكيد حصلت معاك. المواقف كتير والحاجات كتيره جدا تثبت لك ان الضحك معدي، ولكن انا هقول لك مثال بسيط جدا واقل الامثله كمان، او اللي هو مثال صغير جدا يثبت لك ان الضحك معدي. انت اكيد في حياتك في اطفال، في العيله، بره العيله، المهم في العموم انت اكيد بتشوف اطفال. اكيد برضه حصلت معاك ان انت مثلا شفت ضيف بيضحك فانت دايركت او بدون وعي وبشكل اوتوماتيك بتلاقي نفسك بتضحك، رغم ان ممكن يكون الدنيا ملخبطاك خالص والدنيا حاطه عليك جامد، ولكن لمجرد انك شفت الشخص ده او الطفل ده بيضحك انت بتضحك دايركت على طول. والشخص ده ممكن يكون ما تعرفوش اساسا، يعني في الشارع ممكن تلاقيه في الشارع وتلاقيه بيضحك فتضحك. بيقول ان الضحك لغه الارواح او لغه الاجساد، ولكن انا مش عايز افتي في الموضوع لان الموضوع ده شغل فلسفه، بس حقيقي جدا جدا. كتر ضحكك او كتر ما تبقى شخص مبتسم وعلى طول يبقى فيه ابتسامه كده حتى ممكن تكون خفيفه على الوش بتاعك، ده بيقربك من الناس وده بيأثر في الناس. انا عايز اقول لك يا صديقي انك لو عايز تبقى مؤثر في الناس او لو عايز تبقى شخص حبوب، شخص على الاقل مقبول من المجتمع اللي انت موجود فيه، حاول انك تضحك بس ما تبقاش اوفر. يعني لازم تاخد بالك من الحته دي، ما تضحكش في مواقف لا تستدعي انك تضحك. يعني ما يكونش في مشكله في البيت والدنيا خربانه خالص، ولكن انت في العموم انت في الشارع مثلا في المواصلات مش عارف ايه اي حوار زي كده، حاول انك يبقى فيه ابتسامه خفيفه بس على وشك. والله العظيم بتفرق اقسم بالله في اي حد قدامك. النقطه الثانيه في الشخص المؤثر او الشخص الحبوب اللي بنتكلم عليه هي انك دايما بتشوفه شخص ايجابي، شخص دايما بيبص على نص الكوبايه المليان. طيب يا صديقي مبدئيا خلينا نتفق ان محدش فينا بيحب الحزن، محدش فينا بيحب الزعل والنكد. فانا بقى عايز اقول لك انك في كلامك او انك في تعاملك مع الناس ما تبقاش شخص على طول بيشكي، على طول بيقول ان الدنيا سودة، كل المواقف اللي بتحصل معاه مواقف حزينه، لانك لو زودت في الشكوى او خليتها فوق المعتاد وفوق العادي والنورمال محدش هيحبك ولا حد هيحب قعدتك، محدش هيحب انه يقعد معاك اساسا. بصراحه الحاجه دي انا لاحظتها مؤخرا في حياتي. انا الحمد لله اخر فتره في حياتي بطلت ان انا اقعد مع اي حد بيقول كلام سلبي. حرفيا اي حد بيقول كلام سلبي في حياتي عملت له بلوك على طول من حياتي ومن السوشيال ميديا الاثنين، لان انا يا صديقي في اقتناعي الشخصي ان كل واحد فيه اللي مكفيه. اتس اوكي خالص انك تقعد مع صاحبك وصاحبك لما يجي يحكي لك الهم بتاعه او المشكله بتاعته تدوروا على حل مع بعض وتهون عليه، ولكن لو صاحبك ده زود في الهم وكل قعداتكم مع بعض بتبقى هم وحزن وكلام سلبي يا صديقي فكك من الشخص ده خالص. نرجع لفكره الفيديو بتاعنا. الشخص اللي بيأثر في الناس او الشخص اللي بيبقى مقبول من المجتمع ومقبول من العيله حتى دايما بتلاقيه شخص ايجابي، شخص دايما شايف الدنيا حلوه او شايف الدنيا بنظره مختلفه مش بنظره اللي هي السلبيه. برضه خلينا نعترف ان الدنيا فيها مشاكل والحياه برضه مقرفه شويه او اللي هي مقرفه كتير، ولكن برضه الشخص الحبوب او الشخص المؤثر ده برضه تلاقيه من وسط كل الحزن ده ومن وسط كل الهم اللي في الدنيا برضه بيبص على في حاجه كويسه او في حاجه بتنور، عشان كده بيجي مؤثر.
مثال حقيقي وواقع في الحياه بتاعتنا. الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ده روح اقعد معاه، يعني اقعد معاه بالصدفه كده مثلا 5 دقائق او 3 دقائق حتى في الشارع، والله لو حكيته في الموضوع دايما هتلاقيه بيبص للجنب الحلو. ممكن يكون الشخص ده حياته متبهدل وحياته على اخرها اساسا، ولكن برضه هو في اعتقاده الشخصي او هو في كينونته كده في جانب حلو، في حاجه حلوه من الامور جايه، حتى علشان كده انت بتحب قعدته وبتحب انك تقعد معاه، لانه شخص بيبص للجانب الحلو، بيبص لحاجه حلوه وحاسس بل وممكن يكون متاكد كمان ان ربنا شايل له حاجه حلوه وربنا هيكرمه بالحاجه الحلوه. كلمه بس صديقي ونصيحه في البوينت دي، يا صديقي انت في العموم اول حاجه اي شخص سلبي في حياتك شيله اقسم بالله، لان كتر قعدتك مع الاشخاص السلبيين والاشخاص اللي بيدوا لك كلام محبط، الاشخاص اللي بيحكوا لك مشاكلهم بس حياتهم كلها جرف وحياتهم كلها اخر حزن، كتر قعدتك معاهم انت بتبقى شبههم، حرفيا انت بتبقى شبههم. فحاول انك تفك من الناس دي خالص. ولكن لو البيست فريند بتاعك او لو صاحبك وحبيبك جاي بيحكي لك المشكله بتاعته، لا ده انت واجب عليك ولازم كمان تسمع لصاحبك وتفكروا في حل مع بعض. ثالث بوينت في الموضوع اللي بنتكلم عليه في الفيديو ده هي خليك شخص بتحب تسمع، او خليك شخص بتسمع كويس. من اقوى الوسائل اللي بتخليك تاثر في اللي قدامك او اللي بتخليك تاثر في الناس عموما انك تبقى مستمع جيد، انك تسمع اللي قدامك كويس. وانا هنا بقى ما اقصدش انك بتسمع صوته الواطي جدا او اللي هو ودانك 100 100 يا صديقي، لو كده ربنا يزيدك، ولكن انك تسمع الشخص اللي قدامك. الشخص اللي قدامك طول ما هو بيتكلم طول ما هو بيحكي انت بتسمع له، ما تبقاش اسف في الكلمه لهاف او اللي هو شخص ما بيسيبش حد يتكلم، هو بيتكلم على طول، هو عايز ياخد الشو في القعده بتاعته، لا كده غلط. هقول لك بمثال حي، انت دلوقتي لو جيت كلمتني في موضوع وانت بتتكلم لقيتني انا شخص منتبه ليك او شخص مركز معاك، البادي لانجوج بتاعتي او لغه الجسد بتاعتي بتبين لك ان انا شخص مركز معاك وشخص سامعك كويس، سامعك بعقلي وسامعك بكل حواسي، انت اكيد هتحس باحساس حلو، تحس ان الشخص اللي قدامك ده مهتم بيك، فبالتالي هتحبه وهيأثر فيك. نفس البوينت دي ولكن انت وبتكلمني انا بلعب في التليفون او برد على واحد صاحبي او بكلم حد في الشارع، انت اوريدي جوه هتحس بفيلينجز مش كويسه او هتحس باحساس مش لطيف خالص، بل انت ممكن تتضايق من الشخص ده وممكن تكرهه كمان. ولكن المستمع الجيد او الشخص اللي بيسمعك كويس لما بتتكلم بيسمعك، عينه معاك ودانه معاك زي ما قلنا البادي لانجوج بتاعته معاك، ده والله بيأثر فيك كده اكيد بيأثر فيك. انا بصراحه بيأثر فيا جدا كمان وبحترم الشخص ده جدا. يا اسطى انا مروق عليك، روق عليا سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس 100 100. انا كده خلصت الفيديو لطيف والفيديو حلو جدا وصغير جدا كمان. طبق ال3 ستيبس البساط جدا دول يا صديقي واوعدك انك هتتحول لشخص مؤثر وشخص بيحبوك الناس، او زي ما قلنا شخص مقبول على الاقل من المجتمع. انا كده خلصت، يا رب تكون استفدت. في اخر الفيديو عايز اقول لك ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو بوي. للعلم الفيديو ده ممكن ينزل منه جزء تاني، يعني ممكن نقول خطوات تاني وستيبس تاني تخليك تأثر في الناس، معرفش بقى هنزله ولا لا، بس ان شاء الله خير. بوي.